السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا. قبل أن يبدأ هذا الفيديو أدعوكم جميعا إلى أن تجعلوا قلوبكم حاضرة وأن ترفعوا أكف الدعاء، فهناك عائلة تعيش أياما لا يعلم مرارتها إلا الله. كلماتنا اليوم ليست خبرا وليست بحثا عن المشاهدات، بل هي كلمات خرجت من القلب إلى القلب، كل أب وكل أم، وإلى عائلة الطفل ريان دلمي. قد لا تستطيع الكلمات أن تمحو ألمكم ولا أن تعيد لكم لحظة واحدة من الطمأنينة التي فقدتموها، لكنها قد تخبركم بشيء مهم: أنكم لستم وحدكم. هناك آلاف القلوب تدعو لكم في صمت، وأناس لم يلتقوا بكم يوما لكنهم يشعرون وكأن ريان واحد من أبنائهم، وهذا بحد ذاته دليلا على أن الخير لا يزال موجودا في هذه الدنيا. نعلم أن الانتظار مؤلم وأن كل دقيقة تمر تحمل معها ألف سؤال، لكن لا تسمح لليأس أن يجد طريقه إلى قلوبكم. فكم من أمر ظنه الناس مستحيلا ثم جاء فرج الله من حيث لا يحتسبون. تذكروا أن الله يسمع الدعاء الذي لا يسمعه أحد، ويرى الدموع التي لا يراها أحد، ويعلم ما تخفيه القلوب من وجع وصبر. ربما تمر عليكم لحظات تشعرون فيها أن العالم كله صامت، لكن ثقوا أن السماء لا تنام، وأن دعوة صادقة في جوف الليل قد تغير كل شيء. ولا تحملوا أنفسكم ذنبا ليس لكم فيما حدث. ابتلاء، والابتلاء لا يعني أن الله ترك عباده، بل قد يكون بابا لرفع الدرجات وإظهار الصبر والإيمان. واعلموا أن ريان أينما كان هو في حفظ الله قبل حفظ البشر، والله أرحم به من الجميع. أما لكل من يشاهد الفيديو، فلا تجعلوا القضية مجرد خبر عابر، بل أكثروا من الدعاء وانشروا الأمل، وابتعدوا عن نشر الشائعات التي تزيد من ألم العائلة. أحيانا تكون الكلمة الطيبة صدقة، والدعاء الخالص أعظم هدية يمكن أن تقدموها لعائلة تنتظر خبرا يطمئن قلبها. نسأل الله أن يجعل نهاية هذا الابتلاء فرحا، وأن يبدل الخوف أمانا والدموع ابتسامة، وأن يجمع ريان بعائلته سالما معافى في أقرب وقت إن كان حيا، وأن يكتب لهم الأجر والصبر في كل حال. وفي النهاية نسأل الله أن يربط على قلوب عائلة ريان دلمي، وأن يرزقهم السكينة والقوة، وأن يكتب لهم الخير حيث كان. ولا تنسوا أن الدعاء قد يكون سببا في تغيير الأقدار بإذن الله. إذا وصلت إلى نهاية الفيديو اكتبوا في التعليقات: اللهم فرج هم عائلة ريان واحفظ كل طفل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.